هو انا ممكن اموت من الضحك؟ سنة 1989 في مدينة هال في بريطانيا كان في راجل بسيط اسمه كريسي روبنسون. كان قاعد في بيته على الكنبة بيتفرج على حلقة من مسلسل ذا جودز، وهو ومراته قاعدين بيضحكوا. بس الغريب ان كريسي فضل يضحك لمدة 25 دقيقة، ومراته قاعدة بتحاول تهديه بس مفيش فايدة، لحد ما قلبه وقف ومات. الطب الشرعي كتب في تقرير الوفاة ان الوفاة حدثت بسبب ضحك هستيري ادى لسكتة قلبية. طب ازاي حاجة زي الضحك اللي هي بترمز للسعادة تكون سبب في وفاة شخص؟ وامتى بدأت؟ وليه في ناس بتضحك من غير سبب؟ وهل احنا بس كبشر اللي بنضحك ولا في كائنات تانية موجودة معانا على الكوكب بتضحك هي كمان؟ باحثة امريكية اسمها ياك بانكسب في يوم من الايام وهي شغالة في المعمل بتاعها بتعمل بحوث على فار، لاحظت ان في صوت غريب اتسجل من الفار، وبعد ابحاث كتير قدروا يسجلوا ضحكة الفار. مش بس كده، في فيديوهات كتير منتشرة رقرود وشمبانزي بيضحكوا، هتلاقيهم بيقولوا نكت لبعض. يعني في كائنات تانية عايشة معانا بتضحك زينا. في دراسة اتعملت على 10,000 شخص لقوا ان 80% من الناس دي بتضحك على حاجه غير النكت او مواقف كوميديه. يعني لما تقابل واحد بالصدفه ويسالك ازيك عامل ايه، بطريقه غير اراديه بتبتسم وتقول له الحمد لله كويس. الابتسامه دي مش معناها ان في حاجه مضحكه حصلت، ده عشان تبين له ان انت مبسوط وانت بتكلمه وانت من جواك مخنوق منه اساسا. الضحك عند الاطفال بيكون اول وسيله للتواصل حتى من قبل ما يتكلم. طب لما انا بضحك ايه اللي بيحصل في عقلي؟ اول حاجه الفص اللي قدام بيكتشف الموقف او النكته، بعد كده المنطقه اللي مسؤوله عن المشاعر بتقول لك خلاص انك انت ممكن تضحك، وفي الاخر المنطقه المسؤوله عن العضلات اللي بتخليك تعرف تضحك. اول لما بتضحك جسمك بيفرز هرمونات مختلفه زي اندروفين اللي هو مسكن الم طبيعي، دوبامين اللي هو هرمون السعاده، والسيروتونين اللي هو هرمون الاسترخاء والراحه. يعني لما بتضحك مخك بيكافئك اكنك بتاكل شوكولاته او اتمرنت تمرينه صغيره. وفي سنه 1962 في قريه صغيره في تنزانيا بنت في مدرسه داخلي لقوها بتضحك من غير سابق انذار، وبعد ابحاث كتير اكتشفوا العلماء ان نوبات الضحك دي نتيجه لخلل عصبي لا ارادي واسمه جلاستيك سيوزيريس. هو زي ده تمام، انا مش عارف انطقه فانت ممكن تعرفه يعني احيانا الضحك بيكون نتيجه لمرض مش لموقف كوميدي. ومع ان الضحك ممكن نادرا يسبب الوفاه بس عنده قوه علاج خارقه. في اليابان في دكاتره بيعملوا حاجه اسمها يوجا الضحك، ناس بتفضل تضحك ضحك اصطناعي لحد ما الضحك ده يتقلب يبقى حقيقه. وفي دراسات بتقول ان 10 دقائق ضحك يوميا بيقوي المناعه ويقلل التوتر وبيحسن النوم وبيخلي القلب يشتغل احسن اكنك اتمرنت تمرينه صغيره. حتى في مستشفيات السرطان بيعينوا مهرجين يضحكوا المرضى عشان يخففوا عنهم المرض. طب ليه بنضحك من غير سبب؟ ساعات بتكون ماشي في جنازه وتلاقي فجاه واحد بيضحك. الحقيقه ان العقل ساعات بيستخدم الضحك كوسيله دفاع، زي لما بتلاقي حد بيعيط لما بيتوتر ممكن تلاقيه كمان بيضحك لما بيتوتر. في علم النفس ده اسمه تسبلمنت، تحويل المشاعر. فلو وصلت لهنا شكرا ليك، ممكن تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتتفرج على الفيديوهات اللي جايه. انا اسمي سباعي ودي 13.